السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أخوكم رامي. تعالوا نتكلم شوية في الكورة. أنا جاي النهاردة مش عشان نتكلم في الكورة بصراحة يا جماعة. أنا جاي النهاردة عشان نتكلم في الموضوع اللي طلع ترند وشغل الناس، وفي أزمات بينهم وبين بعض الجماهير بسببه، واختلافات كتير فيه. فأنا قلت أطلع أنا ممكن 200 مع إخواتي وحبايبي يعني. والله يا جماعة، فكرة إن شيكابالا أسطورة ولا لأ، دي حاجة يقررها جماهيره وناديه. جماهيره وناديه شايفين إن هو أسطورة. ولو جينا اتكلمنا عن شيكابالا يا جماعه، شيكابالا موهبه محدش يختلف عليها. بس انت كراجل اهلاوي هتتكلم في معايير الاسطوره، هنختلف. يعني انا كراجل اهلاوي لما تيجي تقول لي شيكابالا اسطوره، انا ليا وجهه نظر غير الزملكاوي، مختلفه تماما. فانت كاهلاوي ما تحطش نفسك معاهم، لان هم ليهم وجهه نظر وانت ليك وجهه نظر. يعني لما تيجي نتكلم عن الاسطوره بالنسبه للاهلاوي، الاسطوره راجل، معلش، اول حاجه اخلاق، موهبه. راجل لعب في فرقته، وكان قائد في فريقه، وكان قائد مؤثر وليه أهداف مؤثرة. راجل لعب لمنتخب بلده. راجل ليه أهداف، راجل ليه مواقف، حاجات كتير قوي. عشان أقول لك عليها مثلا ممكن نجيب لك مثال بسيط، مثلا الخطيب، أبو تريكة، صالح سليم، وياما وعد. فهتلاقي في الأهلي أساطير كتير. أما لما تيجي للزملكاوية، فبرضك لما تيجي تبص بقالهم كام سنة ما طلعلهمش أسطورة. بقالهم كام سنة ما عندهمش قائد يعني يعتمدوا عليه، وما يجي يعتزل يعملوا له ضجة إعلامية ويقولوا عليه أسطورة ويطلعوا بيه وترند وبتاع. يا راجل ما تبقاش جاحد كأهلاوي. انت حتى زيزو اللي هم كانوا نفسهم يبنوا عليه ويعملوه أسطورة في الزمالك، انت خدته فيعني ارحمهم. شيكابالا كلنا ما نختلفش على موهبته، بس لما تيجي تتكلم ان هو أسطورة ولا لأ، هم شايفينه ايه؟ هم شايفينه أسطورة. انت راجل كأهلاوي هتيجي تبص لها هتلاقيه لأ. يعني ايه أسطورة رفع للجماهير الجزمة؟ ازاي؟ يعني ايه اسطوره كان بيشتم الجماهير قبل كده؟ يعني ايه اسطوره كان راح لعب في نادي تاني زي الاسماعيلي؟ يعني ايه اسطوره هرب منهم وكان بيلعب بره وهرب من بره لجوه ورئيس النادي بتاعه طلع قال كده، وخالد الغندور قبل كده قال كده وفي البرنامج بتاعه. ولما تيجي تبص لها، يعني ومضى الاهلي يعني يعني زود الطينه بله ان هو مضى الاهلي قبل كده. فهو ده الاسطوره بتاعتهم، هم حاكمين عليه ان هو اسطوره. هم شايفين ان هم اسطوره، وجهه نظرهم ان هو اسطوره. فانت راجل اهلاوي ما تبقاش جاحد، يعني سيبهم يفرحوا. يا عم سيبهم ما تشغلش بالك بيهم. والله بتكلم جد يعني. يعني اللي هو هم شايفين ان شيكابالا اسطوره، وان شيكابالا عمل تاريخ، وان شيكابالا عمل جغرافيا. وهم انت كاهلاوي لما تيجي تبص لها هتلاقيه عمل ايه؟ هو لعب في المنتخب كام مره اصلا؟ جاب كام هدف مع المنتخب؟ جاب كام هدف في حياته؟ لعب مش عارف ايه، اجوانه مؤثره فين؟ هم مش شايفين ده. هم شايفين ان هو اسطوره. ولما تيجي تقول لهم يا عم ده رفع الجزمه في وشكم قبل كده وشتمكم، يقول لك يا عم لا، اسطوره. الراجل اعتذر. يا عم ماشي براحتك، يعني سيبه براحته. انت كراجل اهلاوي المعايير عندك تختلف، ووجهة نظرك تختلف في كل حاجة عن الزملكاوي. وخلينا صراحة مع بعض، الزملكاوي هو شايف ان شيكابالا اسطورة ما لن يكررها التاريخ. نسيوا كل اللعيبة اللي عندهم وشايفين ان شيكابالا اسطورة لن يكررها التاريخ. فسيبهم براحتهم، نفسهم يفرحوا، نفسهم يلاقوا ايقونة ليهم. مش لاقيين حاجة يفرحوا بيها يا جماعة. يعني انت ولا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. يا عم سيبهم انت راجل اهلاوي غريب. والله اصل انا شايف الموضوع على النت، بص، في ناس داخله في بعض شمال في يمين، وده بيقول لده وده بيشتم ده وده يعيد وده يزيد. يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ ما كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. النادي ده شايف ان الراجل ده اسطوره، يا عم اسطوره. اشبعوا بيه يعني. انت حر. هو يعني اسطوره عندنا، اسطوره عندهم. ولا عمر التاريخ هيذكر ان شيكابالا اسطوره في مصر، عشان بس نبقى متفقين. اسطوره نادي الزمالك دي حاجه تخصهم، وحاجه هم شايفينها بقى براحتهم. و يعني يمنعوا رقم 10 حد يلبسه تاني بعديه، يلبسوه لحد بعديه، يعني مش هتفرق معانا. بس ان احنا نخش في جدال واسع قوي كده عشان خاطر شيكابالا اسطوره ولا مش اسطوره، والله كاهلاوي ولا فارق معايا. لان انا ليا وجهه نظر هتزعل الزملكاوي. يا عم مش هقولها لك، لانها ما تلزمكش وانت مش هتقتنع بيها كزملكاوي. انت شايف ان الراجل ده مفيش بعده ولا قبله. الراجل ده جه ومفيش حد جه بعده. الراجل ده التاريخ مش هيجيب بعده تاني.
الموهبه دي موهبه، بص لن يكررها التاريخ. يا عم انت حر. انا راجل اهلاوي ببص للاسطوره من وجهات نظر مختلفه ومعايير مختلفه وكل اسطوره عندي كان ليها حاله وليها جوانها وليها اخلاقها وليها كل المواقف. فخلينا حلوين. يعني انت راجل كراجل اهلاوي، خليك راجل حلو، وخليك راجل فري. يعني سيب الزملكاويه يفرح، سيب الزملكاويه يعيشوا ان هو اسطوره. هتفرق انت معاك في ايه؟ اصل هو الخلاف مش هيودي بعيد بيننا وبين بعض. هيعمل خلاف وده يشتم ده وده يقول لي ده لا ده عمل ده سوى. يا جدع ده شيكابالا مضى للاهلي، هو اسطوره عندهم، بس هو كان مضى للاهلي عادي. هو اسطوره عندهم وشتمهم عادي. هو اسطوره عندهم وكان شتم الاسطوره حسن شحاته في الملعب وعلى سمع الجميع عادي برضه. هما ما بيفتكروش الحاجات دي. هما فاكرين ليه ان هو راجل بص بقى النادي عن اي حاجه في حياته. ازاي؟ ما انا مش عارف، بس عادي سيبهم براحتهم يا عم. ما يعني فاهمني، ما تتكاش قوي عليهم. كفايه اللي هم شايفينه. كفايه اللي هم بقالهم 25 سنه ولا 23 سنه مش عارفين حتى ياخدوا بطوله افريقيا يا عم. هيفرحوا ازاي طيب؟ يا عم ده احنا كاس العالم للانديه قال لك احنا، كان عم منصف بيتكلم في البرنامج، قال لك الزمالك لو كان راح كان كسب انتر ميامي وكان كسب بورتو، وفكرها بورتو السخنه زي ما صاحب حبيب بيقول له. هو الناس هناك عند الزملكاويه يعني عارف بيشوفوا المقاييس من ايه؟ الاهلي عمل ايه مع الفرقه دي؟ الاهلي تعادل مع بورتو 4-4 يبقى بورتو ضعيف، مش الاهلي اللي قوي. الاهلي اتعادل مع ميامي 0-0 وضيع جوان كتير وبتاع، لا ده انتر ميامي هو اللي ضعيف مش الاهلي اللي قوي. هما ليهم وجهة نظر غريبة يا عم. بالله عليك ان الواحد بيشوف الاعلام والناس اللي بتطلع في الاعلام تتكلم من كوادر الزملكاوية، والله ما ببطل ضحك وبقول ازاي بيطلعوا في الاعلام. مش عشان حاجة، عشان فعلا انا يعني نفسي اعرف الناس دي مقتنعة ازاي ان هي بتتكلم في الاعلام. بيقولوا كلام والله ما حد يصدقه ولا يخش عقل يا جماعة. ده لو طالعين في برنامج كوميدي على نهاية الكوميدي والله ما يقولوا الكلام ده. يعني يحترموا عقول الناس. فانت جاي تدق عليهم في ان شيكابالا اسطوره ولا لا؟ يا راجل ده اللي بيسيب النادي من اي منصب بيطلع يفضحهم ويقول لك كل اسرارهم. عمرك شفتها في الاهلي؟ ولا عمرك هتشوفها. فبالله عليكم والله العظيم فدوكوا السيره من الحوار ده. هو شيكابالا اسطوره عندهم مش عندنا، ولا عمر التاريخ هيذكر ان شيكابالا كان اسطوره صدقوني. بس الزملكاويه يذكروه كاسطوره. دي حاجه تخصهم. فانت كراجل اهلاوي ما تبقاش جاحد. خلي عندك رحمه. سيبهم يفرحوا شويه. وان شاء الله باذن الله لنا لقاءات اخرى باذن الله. بس الدوري يبدا والماتشات تبدا بس كده، عشان انا ماليش في الصفقات وان اطلع اقول لك الصفقات دي والصفقات راحت والصفقات جت. فاهمني؟ لان كل يوم بحال انتوا عارفين. شويه وسام راح، شويه وسام جه، شويه ميمي راح، شويه فاروق جه، شويه احمد راح. ففككم من السيره دي. انا ماليش في الشغل ده. احنا ممكن نطلع نتكلم مع بعض كده عن اللي بيحصل. ولو في حاجه برضك زي كده برضك هنطلع نتكلم فيها مع بعض وندردش فيها. يلا. السلام عليكم.